السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. جاية لكم النهارده بطريقة غريبة رهيبة، طريقة بقى لي 15 سنة معتمداها، مش باغيّرها نهائي. أنا مش هاقول لكم زي المحلات لإني بجد هاظلمها، أنا بتبقى أفضل وأحلى وأنجح طبعًا من أي أكبر حلواني أنتِ ممكن تجيبي منه الغريبة. عملت معاكم كمية بسيطة لكن عملت لي ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كمية محترمة. هنتكلم عن التسوية وهنتكلم عن المشاكل اللي بتواجهِك في طريقة الغريبة. في ناس كتير بتخاف منها مع إنها بجد من أبسط النواعم بتاعة العيد اللي ممكن يعني ما بتاخدش معاكِ أكتر من تقريبًا ساعة بالتسوية. يعني لو أنتِ هتحضّريها وهتسيبيها شوية ما فيش أكتر من ساعة إلا ربع بالضبط كمان بتكون جاهزة كمية حلوة محترمة. ده تاني صاج باحب أوريه لكم. حجمها زي ما دخّلتها بالضبط، زي ما خرّجتها، هنتكلم في كل حاجة. ولو واجهِك أي مشكلة في طريقة الغرايبة اكتبوا لي في التعليقات وأنا إن شاء الله هارُد عليكم. شايفين ما شاء الله اللهم بارك ولا مبصّمة ولا كمان مشقّقة وناعمة جدًا وعايزة أقول لكم دايبة. هنتكلم طبعًا عن الزبدة، إزاي نتعامل بالزبدة البلدي والّا الزبدة النباتي، فإن شاء الله يالّا بينا ندخل بقى على طول. أول حاجة من أهم حاجة، أهم بجد مكون في نواعم العيد هو الدقيق. ما فيش بعد كده السمنة ما بتأثّرش خالص في نعومة أي شيء، لكن الدقيق. عندي دقيق هنا سنبلة الفرات مش باغيّره، الكمية بتاعتي إن شاء الله هاكتبها لكم في صندوق الوصف، هنتكلم برضك معاه. أنا هاشتغل على كمية كيلو من الدقيق، عليهم نُص كيلو من السمنة، السمنة دي جاموسي، وربع كيلو من السكر البودرة أنا طحناه في البيت، ما باحبش السكر الجاهز، ورشة من الفانيليا. ما فيش أكتر ولا أزيد من اللي أنا باقوله ده. ما بيتضافلهاش يا جماعة baking powder، ما فيش baking powder في الغريبة نهائي. تمام كده. وبالنسبة للزبدة ممكن تعملي بسمنة بقري، مش زبدة سوري، بسمنة بقري أو سمنة مخلّط، لكن زبدة اللي هي القوارب لأ، ما بتنفعش في الغريبة. تمام كده. أول حاجة هاشتغل في العجّان، طبعًا زي ما إحنا عارفين طريقة أو بديل العجّان، إحنا بنشتغل بالإيد عادي طول عمرنا بنعملها بإيدينا وبتطلع زي الفل. فأنا ضِفت كل المكونات كلّها على بعض. يعني لو أنتِ عندِك مضرب كهربا ممكن تضربي السكر والسمنة مع بعض على لحد ما تلاقيها بقت كده creamy شوية وتضيفي الدقيق علشان ما تتعبكيش. لكن في الغالب لو أنتِ حابة تعمليها زي ما أنا باعملها كده في العجّان، هتنجح معاكِ وهتكون معاكِ ما شاء الله زي الفل. فهي هنا أول مرحلة، أول ما هتبدئي تقلّبي كل المكونات مع بعض، هتلاقيها معاكِ زي كده حبّات الرمل، فما تقلقيش خالص الوضع طبيعي جدًا ما فيش أي مشكلة. أنا وقّفت العجّان عشان أعرّفِك إزاي تعمليها من غير عجّان. بُصّوا أنا باضغط عليها بإيدي، بتتلَم معايا عجينة زي ما أنتم شايفين وده سهلة جدًا، تاخد معاكِ وقت حوالي 10 دقايق وتكون معاكِ اتشكِّلت عجين تعرفي تقطّعي العجين براحتك. أنا باورّيكم أهو بعيد عن العجّان قد إيه أنتِ بتضغطي عليها بالإيد بتكون معاكِ ناجحة وما فيش مشكلة. ما فيش طريقة حاجة بتنجّحها على العجّان يا جماعة، يعني هو موضوع النواعم أو أي شيء، موضوع إن في بدايل، البديل طبعًا من الإيد طول عمرنا وطول عمر الناس كلّها بتعمل قبل خالص، قبل موضوع العجّانات والحاجات دي، الشغل بالإيد. وعايزة أقول لكم ما فيش أفضل طبعًا من شغل الإيد. هنا المرحلة التانية زي ما وريتكم بدأت تلِم معايا زي ما أنتم شايفين، خلاص بقت عجينة أعرف أو أقدر أشكِّلها. العجينة بتاعتي ليّنة حلوة مش بتلزق خالص زي ما أنتم شايفين، في نفس الوقت تشكيلها سهل أوي. عايزة وأنتِ شغالة في الغريبة يا ريت تخرجي برّه المطبخ لو المطبخ يعني حسيتِ إن هو سخن. تمام. عشان أنا في اللحظة دي أنا كنت مولّعة الفرن علشان طبعًا ما يتغِيبش معايا في التسوية وتبقى التسوية بتاعتها مضبوطة، يعني تقريبًا قبل الإضافة ب10 دقايق بتكوني مجهّزة الفرن علشان يعني تشتغلي على طول. طبعًا هي ما فيش فيها خميرة ولا فيها أي حاجة، طول ما أنتِ شغّالة في المكان مش ما فيهوش حرارة عالية، عادي جدًا تشتغلي. طيب أنتِ في الحالة دي لقيتيها ملزّقة معاكِ، هتعملي إيه؟ مش هتضيفي دقيق نهائي، هتحطّيها في التلاجة 10 دقايق كمان، هتبُصّي تلاقيها سهلة جدًا التشكيل فيها. تمام. طيب لقيتيها بتفرول معاكِ، اخدميها بالإيد زي ما أنا باعمل دلوقتي كده، هتلاقيها برضك تتلم معاكِ. المقادير مضبوطة جدًا،
ما فيش فيها أي يعني ذرّة كده من إن هي ممكن تفشل معاكِ، وفي نفس الوقت مش هتفرش معاكِ، وكمان تبعدي عن الحرارة العالية، تمام؟ عمومًا أي نواعي من العيد ممكن تشتغلي مثلًا خارج المطبخ لو المطبخ عندِك درجة الحرارة عالية فيه، علشان كده بتضمني جودة الحاجة طبعًا، وبتضمني إن الحاجة ما تفرش معاكِ سواء بيتي فور سواء بسكوت سواء غُريبة، أنتم عارفين طبعًا الحاجات دي، وخصوصًا الغُريبة بتكون حساسة جدًا، لو في مقادير مش مضبوطة بتضيّع لِك كل الخامات اللي أنتِ عاملاها. تمام، أنا هنا الحجم عاملاها قد إيه، الكاميرا على فكرة يا جماعة مش بتبيّن كل حاجة، يعني أنا عاملاها حجم البندقية بالضبط، حجم البندقية بُصّوا قد إيه هي أنا ماسكاها حاجة صغيّرة جدًا، لإن طبيعي هي هتهدى شوية أو يعني هتريّح سِنّة أوي بسيطة مش هتفرش، تمام، وطبعًا موضوع الحجم ده بيرجع لِك أنتِ، بس طبعًا أكيد كل ما بتكون حاجة صغيّرة كده بتكون أفضل وبتكون سهلة وكمان ما بتغيبش في التسوية. بالنسبة بقى للتسوية، أنا باحب جدًا، جدًا الصواني الألمونيوم، أفضل بجد أحلى تسوية ممكن تتخيليها هي بالنسبة للنواعم أو لكحك العيد هي صواني الألمونيوم، ما فيش أفضل من كده، يعني علشان بس الناس اللي بتقول هي مش صحية، لأ هي بجد من أحسن تسوية ممكن تاخديها في الألمونيوم. طيب أنتِ بقى ممكن تزوّقيها بإيه أو تضيفي لها إيه، أنا هنا عندي شوية كده من الفستق، يعني بقيت أزوّقها كده ما عندكيش فيه اللي هو فيه ممكن تضيفي شوكولاتة اللي هي الشيبس الصغنونة، ممكن تضيفي أي نوع مكسرات عندِك، ممكن تضيفي سوداني، قطعة كده صغيرة من السوداني، أي حاجة، ممكن تسيبيها سادة، يعني زي ما متاح عندِك هتستعملي. الشكل بتاعها أهي، بتسيبي كده مسافة بين القريبة والتانية علشان ما تضمنيش إن ممكن تلزق في بعض أو حاجة. هنا على الفرن على طول، خلّصت هنا أول صاج ودخّلته على الفرن، أخد معايا بالضبط 12 دقيقة على درجة حرارة 160. أنا مشغّلة الفرن من قبليها ب10 دقايق وكده الحرارة حلوة جدًا والتسوية بتاعتها زي ما أنتم شايفين. أنا كده خرجت من الفرن على فكرة، يعني زي ما دخّلتها زي ما خرّجتها بالضبط، في نفس الوقت متماسكة، مش مش بتتفتفت معايا وجميلة جدًا، طعم رهيب ما فيش بعد كده ولا أسهل من كده. يا ريت يا جماعة تعملوا كل حاجة في البيت، والله توفير كبير ونضافة ومش هتلاقي الطعم اللي أنتِ بتعمليه ده. بُصّوا شكلها من جوّه ما شاء الله جميلة والتسوية بتاعتها مضبوطة جدًا، وما تنسونيش في لايك بقى حلو، وإن شاء الله بقى انتظروا الفيديو الجاي إن شاء الله، هاعمل لكم المونتاج بتاع بسكوت العيد المكنة، بسكوت بالمكنة، انتظروا بقى إن شاء الله، وما تنسونيش كده في لايك حلو، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس على الكل علشان يوصلِك